اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا. النهارده جايه لكم بوصفه جديده ومختلفه وسهله جدا، اتمنى ان هي تعجبكم. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ الكوكي المقرمشه او البروستد زي ما بتسموها او بيقولوا عليها يعني. دي كده الفراخ الكوكي كده، جبت الاجنحه دي، شلت منها الجزء اللي هو بيتسمى الضوفر، وغسلتها كويس جدا بليمون ودقيق وملح وطماطم كده. وبعد كده حطيتها حوالي نص ساعة بمحلول ملح كده، يعني مية نضيفة خالص بملح. سبتها فيها حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع. ومعايا كمان دبوسين الفراخ دول كانوا عندي في الفريزر، طلعتهم استخدمهم معايا في الوصفة دي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله نضيفة وجميلة جدا. كمان معانا بقى البهارات اللي احنا هنستخدمها النهاردة. معايا ملح ونص معلقة من الثوم وكركم ومرقة وكاري وفلفل اسود وبابريكا. وممكن كمان نحط شطة لو احنا بنحبها سبايسي. ولو عندنا توم بودرة او بصل بودرة ممكن نستخدمه حوالي ربع معلقة من ده وربع معلقة من ده. بس انا ما كانش متوفر عندي فاستخدمت ربع معلقة من الثوم. وعامة الثوم برضو دي حاجة اساسي معانا، الثوم المفروم حاجة اساسي معانا في الوصفة. هجيب بولة بقى نضيفة كده، انزل بالبهارات بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين الاول في البولة بتاعتي. وكمان معايا معلقة او معلقة ونص من المستردة، معلقة كبيرة ونص من المستردة. هقلب بقى المستردة كده مع التوابل بتاعتي. وكمان هحط نص كوباية من المية دي هتساعد معايا ان التتبيلة كده الفراخ تشرب التتبيلة بتاعتي كويس. وصفة سهلة وبهاراتها بسيطة جدا، موجودة في البيت عندنا يعني. وسريعة جدا، مش هنحتاج ان احنا نوقف الوصفة عشان حاجة مش موجودة. الموجودة هنعمل بيه عادي جدا. كانت ريحتها جميلة جدا بجد، كانت تحفة. زي ما انتوا شايفين كده بقى ابدأ انزل الفراخ بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. الدبوس بتاعي دوت هجيبه وانغزه كده بالسكينة او افتحه تفتيحات بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده، عشان التتبيلة بتاعتي توصل للحم من جوه ويكون طعمه حلو قوي. اعمل كمان في الدبوس التاني كده، بس الاجنحة مش هعمل فيها كده لان هي اوريدي التتبيلة هتوصل لها، عشان دي حاجة بسيطة يعني مش فيها لحم كتير او كده. هنزل بقى الكمية بتاعتي كلها كده وابدأ اقلب الكمية. انا هستخدم ايدي في التقليب علشان اتأكد ان الفراخ بتاعتي التتبيلة وصلت لكله كده. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين لونه جميل ازاي، لونها بجد تحفة ما شاء الله. التتبيلة بتاعتي دي كده سهلة خالص زي ما شفتوا كده وعملناها مع بعض. ممكن نستخدمها في فرخة كاملة، نجيب فرخة كاملة نقطعها على 10 قطع كده. برضو بتكون حلوة، هبقى اعملها معاكم مرة. بس التتبيلة دي بجد تحفة وجميلة، ريحتها كانت جميلة جدا والله.
بأمانة عن ثقة يعني وعن تجربة. التتبيلة بتاعتي كده وخليتها قلبتها في الفراخ بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين كويس. الأجنحة لازما كده اتأكد انه كله شرب من التتبيلة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. وهنا كده كانت جاهزة معايا بقى بعد ما قلبتها كويس جدا معاكم. هبدأ بقى اغطيها بورق زبدة او بورق فويل او بلزق الاسترتش او كيسة المتوفر عندي هستخدمه. وهحطها في التلاجة ليلة كاملة بيكون افضل عشان تشرب كده من التتبيلة ويكون طعمها حلو قوي. بجد كانت جميلة زي ما انتوا شايفين كده. غطيها بالكيسة وبقى هحطها في التلاجة بتاعتي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. وهنا بقى كنت حطيتها انا طبعا منتجت الفيديو فعملت فيديوهين مع بعض. انا هنا كده بعد ما الفراخ بتاعتي باتت ليلة كاملة في التلاجة. بجد والله كانت ريحتها تحفة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. يعني لو كنتوا تشموا الريحة كانت جميلة جدا جدا. والفراخ بتاعتي الأجنحة كده والدبوسة دي أخدت من التتبيلة واخدت لون التتبيلة. الكركم والكاري عاطينها لون جميل قوي. وهنا هجيب بقى بولة فيها دقيق وهجيب كمان فيها حوالي 2.5 كوباية من الدقيق. وهنا كوباية كبيرة من برضو الدقيق. والبولة دي فيها مية. لازم نركز في الخطوات بتاعتنا دي كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هبدأ بقى احط البهارات اللي انا حطيتها على الفراخ. هنزل بنفس البهارات دي على الدقيق ده اللي في البولة. كاري، فلفل اسود، كركم، مرقة. وكمان حطيت ملح بس ما كترتش ملح عشان ما تكونش ملحة معايا قوي. وهقلب بقى البهارات بتاعتي كده مع الدقيق كويس جدا. وكمان معايا معلقة كبيرة من النشا ومعايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف. لو ده متوفر ماشي، مش متوفر نستبدله بالكيك شيف عادي جدا مش هتفرق. وهنقلب بقى الحاجات بتاعتنا دي كده مع بعض. البهارات مع النشا والبيكنج باودر عشان اتأكد ان البهارات بتاعتي اتقلبت كويس في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. اقلبه تقلبتين كمان عشان اتأكد ان البهارات اختفت تماما. طبعا ما تنسوش لو اول مرة تزوروا قناتي تعملوا شير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس والاشتراك طبعا. ودعمكم ليا بيفيدني كتير والله. وزي ما انتوا شايفين هنا كده كانت البهارات بتاعتي اتقلبت كويس جدا مع الدقيق. الخطوات دي بقى مهمة جدا. اجيب بقى الفراخ بتاعتي كده على الجنب التاني وابدأ بقى واحدة واحدة كده. اجيب اول حاجة قطعة من الفراخ بتاعتي انزل بيها كده في الدقيق وعد من 1 ل10. وكمان زي ما انتوا شايفين كده انفضها وانزل فيها انزل بيها في المية 1 2 3 وانزل بقى
في الدقيق المبهر بتاعي. برضو هعد من 1 ل10 كده، وانا هحاول ان انا مش اقلب القطعة، انا بحاول ان انا اهبدها كده زي ما انتوا شايفين، عشان تدي الشكل معايا في الآلية زي بتاعة المطاعم بالظبط. وفي كمان بنعمل الطريقة دي بالمصفى عشان ناخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده. انزل بيها في المية تاني، وانزل في الدقيق واهبط فيها كده زي ما انتوا شايفين في الدقيق. الخطوات دي مهمة جدا، ما تقوليش انتي ليه بتعملي كده، بس لما تجربوها بجد هتلاقوا ان انا معايا حق، ان احنا الخطوات دي نعملها بنفس الطريقة اللي انا بقول عليها دي عشان تدي معاكوا الشكل حلو قوي. وانتوا قالينها بيكون شكلها جميل جدا. هنعمل برضو في القطعة التانية كده، هنزل بالدقيق الاول اللي هو ما فيهوش بهارات، وبعد كده بقى انزل القطعة في المية واعد من 1 ل3 زي ما انتوا شايفين، وابدأ بقى انزل في الدقيق اللي فيه البهارات. طبعا ما تنسوش تدعموني بكومنت حلو منكم ولايك، وتشتركوا في القناة بتاعتي، وتدعموني بكومنتات حلوة كده منكم، علشان دي حاجة بتفرق معايا جدا. واتمنى ان الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم. لو عايزيني اجرب حاجة او اعمل لكم وصفة جديدة ياريت تقولولي، وان شاء الله ربنا يقدرني واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. زي ما انتوا شايفين كده دي تالت قطعة، نعملها بنفس الشكل بتاع القطعتين الاولانيين. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. شايفين بقى شكلها جميل ازاي. وهنا بقى اخلص الكمية وارجع لكم. وهنا الكمية بتاعتي كلها بقت جاهزة معايا زي ما انتوا شايفين الشكل الجميل جدا ده. اتمنى ان انتوا تجربوها بجد هتعجبكم، للاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي، بدل ما تشتروها جاهزة تعملوها في البيت افضل. وهنا كنت حطيت الطاسة بتاعتي، يعني انا بستخدم الحلة دي كده للقلية لما اكون عايزة اقلي بطاطس، بس عايزاها تكون مقرمشة، فلازم تكون حاجة تاخد زيت غزير. وكمان الفراخ بتاعتي دي النهاردة عايزة زيت غزير، وفي نفس الوقت متكونش حاجة واسعة قوي عشان تستوي معايا بسهولة. هنا كنت بقى مسخنة الزيت على نار هادية خالص، انا مش معلية النار والله ولا اي حاجة، انا مخلية النار هادية جدا جدا. انزل بقى باول قطعتين معايا كده واسيبهم على نار هادية زي ما قلتلكوا كده، واحدة واحدة بقى مع نفسهم. طبعا ما تنسوش تصلي على النبي في الكومنتات، دي اهم حاجة ودي امانة ان احنا نصلي على النبي في الكومنتات، وندعي ربنا كتير لكل اللي نفسه حاجة ان شاء الله يا رب ينولها له، وربنا يرزقنا ويرزقكم كده الستر والصحة يا رب. وهنا شكلها بقى شكل الفراخ بتاعتي بعد ما طلعت، شايفين الجمال، كمان الاضاءة مش موضحة قوي بس بجد كان لونها خطير. انزل بقى بباقي الكمية بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين في الحلة. وهنا كانوا كمان الاجنحة بتاعتي طلعت، شايفين واخدة لون جميل ازاي، بجد لونها ذهبي وحلوة جدا. وكانت الطبقة دي مقرمشة بجد والله، كانت جميلة جدا. ودي امانة
بجد لا حلوة قوي، اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تدعموني بكومنتات حلوة قوي منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.